صباح الخير، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ جيسبر انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. المهم اليوم نهار جديد، صباح على الشتيوه. كنا قارين في الصباح، كان الجو زوين بزاف، كانت كتصوب الشتا. فاليوم اللي قبل كنت خدامه تاع العشيه، ما كنتش كنخرج، ما كنتش كنشوف الجو كيفاش داير. ولكن اليوم كنت خدامه في الصباح، فجاتني الفرصه انني نشوف الشتا. شوفوا تبارك الله، راه كانت مجهده مع ديك الوقيته ديال 11. المهم اليوم خدمت في الصباح، كنت خارجه مع 12، ولكن كان عندي واحد الغرض، ما رجعت للدار حتى قولوا بقات نص ساعه العصر. ف وجدت الفطور، كانت عندي التقضيه. كان هشام تغدى، وكنت مازال ما رتبتهاش مزيان في الثلاجه، وكان عندي بعض الترتيبات المسبقه. المهم خليكم معايا وغتشوفوا. هنا بالنسبه للفطور درت غير ساندويتشات خفه نزربن، كيف قلت لكم. ما جيتش للدار بكري، وهشام عزيز عليه دوك الساندويتشات، فقال لي ديريهم. صافي هنا وجدت داكشي ديالهم. جبت الهريسه، جبت الحوت اللي غادا ندير فيه، جبت الزيتون خليته ديكونجلا كان في الفريغو، حكيت الكاشير، الفرماج ديال الساندويتش. وهنايا عندي الخس، كنت درت فيه الخل خليته حتى يتعقم مزيان، عاد شللته. صافي ودرت البيض باش يتسلق، ونحكو حتى هو نعمر به الساندويتشات. وصافي ها هو لي باط هنا راه ديجا تسلقوا. زدت عليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال القزبر والمعنوس والزيت البلدي. صافي خلطت كلشي. الخس ها هو قطعته، وحكيت البيض، ما بينتاش لكم في هاد اللقطه، ولكن راه كنت حكيت حتى البيض. وصافي غادا ناخذ دابا الكومير. شوفوا عرفتي كان مقرمش كيشهي. المهم عمرته ودزت درت هنايا واحد الطويجين تشهيت هاد النهار. طاجين ديال الكبده والقنصه ديال الدجاج مع بصيله. صافي قطعتهم ودرتهم في الطاجين، درت معاهم شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار والزيت حتى تشحروا مزيان. عاد زدت عليهم العطريه، وزدت عليهم قزبر ومعدنوس. وصافي كان هذا هو الفطور ديالنا. العصير ما درتوش، ديجا كان باقي عندي بزاف ديال لافوكا، وكان عندي ديال الليمون، فما درتوش، شربنا غير هادوك. عمرت براد ديال اتاي. وصافي حطيت المرافقات الاخرين اللي كنحطهم مع الفطور بحال ديما، ديال التمر، الشباكيه، السفوف. وهذا هو الطاجين ديالنا من نطاب، صراحه جا زوين. اي فوالا، هادو هما الساندويتشات عمرتهم كاملين. تقريبا رانا وريتكم الطريقه في الفيديو اللي فات. وهاد التبصيل ديال لي بات خليته راني حتى شي ما كتاكلش ساندويتش، كتاكل غير لي بات بالفورشيط. وهنا من البارح كانوا بقاو ليا هاد البطبوط العامر وشي طروفه من البيتزا، حتى هما سخنتهم باش ما يضيعوش. اي فوالا، كان هذا هو الفطور ديالنا. سخنت الحريره، كانت باقا عندي الحريره، حطيت الساندويتشات، الطاجين، العصير، اتاي، المهم اللي قسم الله. فطرنا به الحمد لله. اليوم كان هو النهار الخامس، كان هذا هو فطورنا، وكنقول لكم الصحه فطوركم، وخليكم معايا مازال مسالينا الفيديو. من وراء ما فطرنا دزت باش نوجد التحضيرات القبليه. كان هشام تقدى وجاب ليا تقديه، قلت علاش لا ما نحيدهاش عليا اليوم. بحال مطيشه كان جاب ليا مطيشه، وكانت بقات لي غير شي حاجه في الفريغو. فاول حاجه درت المطيشه هي طيبتها باش نوجدها الصوص ديال البيتزا. وقطعت الليمون والحامض على ودية العصير، صيبت ميني بطبوط، صيبت لي كيش. المهم نخليكم مع الفيديو.
صافي كانوا هادو هما التحضيرات ديال اليوم. حاولت انني نقص عليا شويه الخدمه على حساب غدا ما خارجه حتى ل5 وما نوصل هنا حتى ل6 شي حاجه. دونك قلت نحيد عليا، كنت بغيت ندير حتى ميني بيتزا ولكن ما كفانيش الوقت. دونك مره اخرى ان شاء الله عاد غنديرها. المهم هنايا غسلت الدجاج، ها هو غسلته مزيان بالحامض والخل والملحه. هنا درت هاد البطيبيطات الصغار، صافي بقى لي دابا غير نجمعهم ونديرهم في الفريغو. درت هنا لي كيش باش غدا نعمرهم. درت هنا قطعت هنا الليمون والحامض على حساب العصير. هنا قطعت غير الحامض بوحدو، الا احتاجيتو حيت ديجا باقي عندي الليمون في الثلاجه. هنا صايبت صوص طوماط، خرجت لي 4 ديال الطويسات. المهم راه باقيين سخان، غنتسناهم غير يبردوا عاد نديرهم في الفريغو. وهنا درت الفريز، كنت غندير معاه حتى البنان ولكن خفتو يكحل، فقسمت غير الفريز هنا. فاش نبغي ندير العصير غناخذ طويسه كامله ندير نخليها ديكونجلا، صافي نزيد عليها البنان والتفاح والحليب وصافي. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا لي لايك وسبسكرايب باش تدعموا القناه. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.